اهلا بحضراتكم من جديد. بنجدد تحيه بيكم دايما وبنرحب بضيفنا الكريم الكابتن ايهاب جلال، حارس مرمى الاهلي والاسماعيلي السابق ومدرب عده انديه بقى في مصر وفي المانيا، والاتحاد الليبي مؤخرا خرج من دور ال16 في كاس الكونفدراليه الافريقيه امام حسنيه اغادير المغربي. بنرحب بيك كابتن في صباح الرياضه النهارده. اهلا بيك. مش هخفي سر عليكم، يعني كابتن ايهاب جلال كان دكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين في الاهلي دلوقتي، وهو ايضا مدرب سابق طوال تاريخه يعني في النادي الاهلي. كان عمال يعني يلح على الكابتن ايهاب جلال انه يسيبه من الكوره ويجي يلعب كره طايره. النهارده بتقول ايه بقى لما بتفتكر القصص دي؟ طبعا انت حضرتك كابتن كبير في الطايره طبعا، وكنت اتشرف طبعا وانا بلعب في الاهلي. كنت حضرتك بتلعبي في الطايره وكابتن مصر طبعا النادي الاهلي. كان الكابتن وجيه، انا من وانا صغير طويل شويه يعني عن اللعيبه، انا اللعيب زمايلي يعني وكده. كان الكابتن وجيه كان يشوفني فعايزني العب معاه طايره باي طريقه. كان يشوفني من داخل من على الباب ورايح التمرين في النادي، كان عندي تقريبا 13 14 سنه تقريبا. فكان كل شويه يقول لي يا ابني تعالى العب طايره، انا هتبقى كويس في الطايره، هتبقى نجم في الطايره. اقول له يا كابتن وجيه سيدنا انا بحب العب كوره وكده. فكان كل شويه يقول لي فكر 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 طول السنه، يعني طول الوقت كان يشوفني يقول لي لازم تلعب معايا طايره، لازم تلعب طايره. فطبعا الحمد لله انا خدت طريقه وهو خد طريق طبعا. صحيح الحمد لله. يعني كابتن يمكن حضرتك لا يعني لعبت في الفريق الاول في وقت كان فيه كابتن ثابت رحمه الله عليه، كابتن اكرامي، الكابتن شوبير. اكيد في مجموعه بتقابلك تقول لك حظك كان سيئا انك ما قدرتش طبعا تلعب وسط العمالقه دول، والمجموعه الثانيه تقول لك اكيد حظك كان كويس لانك اتعلمت منهم كتير. انت مع انهي مجموعه؟ لا انا مع المجموعه اللي هي انا كان حظي حلو جدا. يعني انا الوحيد حضرتك اللي لعبت مع الثلاثه دول. يعني وبالذات الكابتن ثابت والكابتن اكرامي، لان الكابتن شوبير لعب معاه مجموعه ثانيه، مصطفى كمال وعصام الحضري في الاخر. يعني كان في واحمد فوزي تقريبا لعبوا مع كابتن شوبير شويه، انما انا الوحيد اللي لعبت مع الكابتن ثابت والكابتن اكرامي. فانا كان حظي حلو جدا. يعني حضرتك تتخيل ان انا كنت عيل صغير كده، ولد صغير عندي 12 13 سنه. يعني كنت اشوف الناس دي في التلفزيون او يعني بيلعبوا ناس كبار، وانا كنت بلعب في الناشئين صغير، نجوم كبار جدا. وفجاه انا بقيت معاهم. يعني طلعت انا صغير جدا برضه، حوالي عندي 18 سنه تقريبا. لعبت معاهم في الدرجه الاولى وتعيدت معاهم في افريقيا، وخدنا بطوله افريقيا ودوري ويعني حاجات كتير جدا. فكابتن ثابت والكابتن اكرامي وشوبير بصراحه من الناس اللي هم قليلين جدا تلاقيهم موجودين على مدار 3 في حته واحده، يعني في 3 في انديه في نادي واحد صعب جدا. و3 كانوا هايلين جدا. وكان معانا طبعا من احسن مدربين حراس المرمى انا شايفه من وجهه نظري على مدار تاريخ مصر كلها، هو كابتن حازم كرم، لان الله يرحمه طبعا يحسن اليه. كان من الناس اللي هم بيعرفوا يعملوا حارس مرمى. هو اللي عمل الكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن شوبير، يعني حاجه رائعه جدا. يعني فانا انا مع الناس اللي انا كان حظي فعلا كويس، لان اتعلمت من الناس دي وفتحوا لي افاق وطرق كتيره جدا جدا انا اعرف امشي فيها بصراحه. يعني ان الكابتن ثابت والكابتن اكرامي دولت يعني عالم حاجه ثانيه خالص. اللي ما لعبش مع الناس دي وما شافش الناس دي وهم بيلعبوا ما شافش حد. نعم صدقني. انا رغم اني الحضري طبعا هايل جدا، والكابتن شوبير طبعا كان موجود، الناس دي هايله جدا جدا كمان يعني. والشناوي دلوقتي واخد طريقه، انما ثابت واكرامي بالذات متفردين. لا حاجه رائعه يعني. بصراحه يعني. وانا كان حظي حلو جدا انا كنت مع الناس دي، لان انا الوحيد من الصغيرين اللي لعبت مع الثلاثه دول. نعم. اتعلمت يعني منهم ايه يا كابتن؟ والله بص حضرتك، الصبر والرجوله وتحمل المسؤوليه والتفاني في العمل. يعني الكابتن ثابت دوت والكابتن اكرامي كانوا يروحوا التمرين مثلا، عندنا مثلا التمرين الساعه 3 العصر ولا حاجه، تلاقيهم من الساعه 12 موجودين في النادي من غير اجتماعات من غير اي حاجه. يعني بصراحه انا شفت الناس دي، انا ما كنتش مصدق ان انا يعني بصراحه ما كنتش مصدق ان انا مع الناس دي، لان فعلا اتعلمت منهم حاجات كتير جدا جدا. وحاجه رائعه انك تتعلم، وغير دلوقتي ما حدش دلوقتي بيتعلم حاجه. صحيح. زمان وحضرتك تعرفي طبعا ان لما يكون عندك حد قدوه لازم تعلمي منه اي حاجه. لازم. يعني انا كنت اشوف الناس دي وهي بتتمرن معايا وانا زميلهم، كنت اقعد اتفرج عليهم كده اقول معقوله انا بتمرن مع الناس دي؟
والله بعد ما بروح البيت اقول انا كنت مع الثلاثه دول، معقوله يعني حاجه رائعه بصراحه، يعني لازم دول في مدرسه تانية خالص يعني. نعم. رحت الاسماعيلي واتحاد عثمان ورحت المانيا ومرنت في المانيا. مرنت انديه ايه في المانيا؟ مرنت نادي اسمه بونا اس سي وراين باخ ومندن، يعني الانديه اللي انا لعبت فيها. نعم. لاني كنت عشان اعمل الرخصه بتاعه التدريب لازم امرن، غير هنا بتبطل وبعد كده تحاولي تعملي الرخصه بتاعتك هنا في مصر. هنا تبطل وتمرن وبعدين تعمل الرخصه بالظبط كده. هناك لا، هناك عشان لازم النادي هو اللي يبعت الاتحاد الالماني يقول ان الشخص دوت مدرب عندنا وعايز يعمل الرخصه كذا كذا كذا. نعم. فكنت لازم امارس ان انا مدرب عشان اعمل الرخصه. فدي كانت ساعدتني جدا، وخدت برضو خبره كبيره جدا من الناس هناك، لان الانديه انا رحتها كلها. رحت قعدت في ريال مدريد حوالي اسبوع، وزين الدين زيدان ده صاحبي جدا يعني. والله طبعا. طب خدنا معاك مره يا كابتن كده نقابله. شخصيه رائعه بصراحه يعني. اما كان بيلعب ساعتها وطيب جدا ومحترم جدا جدا للامانه يعني. قعدت عندهم اسبوع وكنت بروح بقى بايرن ميونخ ودورتموند وليفركوزن. الحته ديت خلتني ان انا اخد خبره كويسه، وشفت الناس بتتعامل ازاي وبتمرن ازاي وكده. فالحته دي ادتني خبره كبيره ان انا كنت عايش هناك يعني. انما كان حظي كويس ان انا كنت عايش بره وشفت يعني. صحيح. غير ناس كتير ما عندهمش تعليم يعني. تاني بره، حاجه تانية او حاجه تانية فظيعه يعني. مرنت في قطاع الناشئين في الاهلي، مرنت حراس في ام بي في حرس الحدود، منتخب الناشئين 93 مع كابتن ربيع ياسين، والاتحاد الليبي. دلوقتي مفيش حاجه في الافق بعد الاتحاد الليبي؟ لسه طبعا عشان الكورونا والحرب في ليبيا، فطبعا لسه مفيش حاجه. وطبعا الدوري لسه خلصان ودخل في الدوري الثاني، فان شاء الله يعني يكون في حاجه كويسه ان شاء الله جايه يعني. ان شاء الله يا كابتن. خلينا نتكلم عن موضوعات الكره وهي ملفات كثيره جدا، ونبدا بالمنتخب الوطني. النهارده الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب هيعلن القائمه النهائيه لمباراتي توجو في الجولتين الثالثه والرابعه من تصفيات افريقيا 2022. جزر القمر الاول ب4 نقاط، كينيا ومصر الثاني والثالث برصيد نقطتين، وتوجو رابعا بنقطه وحيده. النهارده كيف يتجاوز المنتخب المصري ازمته في هذه المجموعه؟ بص حضرتك، هو احنا دايما في التصفيات بنبتدي، لو ما بنبتدي وحش بتتعثر معانا شويه، انما بنلحق نفسينا يعني. انما كانت البدايه برضو تعادلين والكلام ده كله، فاتعثرت شويه معانا. انما ان شاء الله انا شايف ان المنتخب قادر على انه يتجاوز الفرق دي كلها، لان احنا طبعا ابطال افريقيا، ولازم احنا نحط في دماغنا ان احنا ابطال افريقيا طبعا، بس بالعمل يعني بالشغل. وطبعا الكابتن حسام البدري والجهاز الفني المعاون طبعا قادرين على انهم يتجاوزوا المحنه ديت طبعا. انما انا مش شايف انها بعيده خالص يعني. انما ان شاء الله هنتجاوزها وهنخش يعني التصفيات ان شاء الله يعني. وجهت انتقادات كثيره للكابتن حسام البدري بسبب القائمه اللي اعلن عنها. لو انت حطيت نفسك مكان حسام البدري، ايه الدفاع اللي ممكن تقوله عن اختياراتك؟ بص حضرتك، المدير الفني هو المنوط والاول والاخير على الاختيارات، لان هو اللي هيتحاسب. مهما تقولي الناس كلها احنا 100 مليون في مصر، كله بيتكلم في الكوره، بس مين؟ كلنا خبراء. لا كلنا بنتكلم في الكوره فعلا، كلنا خبراء فعلا. انما مين المسؤول الاول والاخير عن الاختيارات؟ هو كابتن حسام البدري او المدير الفني لمنتخب مصر. مهما حضرتك تقولي وانا اقول وده يقول وده يقول، خد ده وما تاخدش ده، انما هو المسؤول الوحيد اللي هيقول مين اللي هيتاخد، ده كويس ده وحش، ومن وجهه نظره هو، لان هو في الاخر هو اللي هيتحاسب. وصلنا او ما وصلناش لا قدر الله، هو اللي هيبقى هو اللي هيتحاسب. ومفيش مدير فني او مفيش مدرب في الدنيا خالص عايز يخسر. نعم. انما من وجهه نظر حضرتك ايهاب كويس، من وجهه نظري انا سيد احسن، يعني كل الحاجات دي كلها ان المدير الفني هو المسؤول، هو يعني ما يحطش دماغه مع الناس، انما لازم يعرف مين الاصلح للفريق انه يتاخد في الوقت ده. نعم. وده مهم جدا. صحيح. طيب انا عايزه اخدك في الحراس، محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد ابو جبل وبسام ومحمد بسام. هو طبعا رقم واحد طبعا انا شايف من وجهه نظري طبعا الشناوي ماشي كويس جدا.
السنه دي عامل شغل كويس جدا طبعا، بعامل الخبره بتاعته. هو عنده 32 سنه دلوقتي، لعب مباريات كتير جدا، عنده الثقه في نفسه، عنده النادي بيديله الثقه. فطبعا كل العوامل والاجواء دي اللي محيطه بالشناوي تخليه ان هو يبقى رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر. الراجل بيلعب اساسي في منتخب مصر، بيلعب اساسي في النادي الاهلي. فطبعا كل العوامل دي بتساعده ان هو يبقى رقم واحد، وده فعلا هو الراجل بيشتغل، والولد كويس جدا. وانا عارفه لان انا مربيه من خمس سنين في الناشئين وسنه في حرس الحدود. وانا عارفه كويس انه الولد عنده يعني ان هو عايز يبقى حاجه، عايز يبقى كويس يعني، عايز يطور نفسه، عايز يطور من نفسه، وهو بيطور من نفسه فعلا الحقيقه يعني. وهو انسان كويس ومحترم وجول كويس يعني. انا شايف ان هو رقم واحد، وانا شايف رقم اتنين هيبقى ابو جبل، لان ابو جبل برضو من الناس اللي هي ماشيه كويس قوي مع نادي الزمالك السنه دي بصراحه يعني. وهم كان في سموحه كان كويس، انما انا شايف ان رقم واحد ورقم اتنين يعني الشناوي وابو جبل من وجهه نظري انا، وثالث ورابع اي حد تاني مش مشكله يعني، مهدي سليمان او بسام دي مش مشكله قوي يعني. نعم. انما رقم واحد ورقم اتنين دول اهم عنصر في الفريق يعني. فانا شايف من وجهه نظري ابو جبل والشناوي رقم واحد يعني. نعم. عايزه برضو اخد رايك في موضوع الشاره، وهو اثير يعني كثيرا جدا. برضو عايزين نقول للساده المشاهدين انه في انديه ومنتخبات، كل نادي له نظام، كل صحيح. منتخب له نظام. لكن النهارده منتخب مصر مش متعود على مساله انه تمنح الشاره للاعب، مع كامل تقديرنا لكل اللاعبين طبعا. النهارده كابتن حسام البدري بيقول لا، الشاره رجعت بالادميه تاني، الشاره بالادميه في منتخب مصر. كان احد المشاهدين في رساله سابقه قال انه محرز نال شاره قياده المنتخب الجزائري نظرا طبعا لما يقدمه في الدوري الانجليزي منذ سنوات. النهارده مع ايه يا كابتن؟ بص حضرتك، احنا متعودين من زمان ان الشاره بالادميه. نعم. وانا شايف ان ده افضل حل يعني. محمد صلاح انسان يعني لعيب كبير وواجهه طبعا لمصر مفيش كلام، انما في ناس قبليه، في احمد فتحي، في عبد الله السعيد، في النني، في يعني. وانا اعتقد ان محمد صلاح من اخلاقه ان هو مش هيبص الحته دي زي يعني ان انا شايفه يعني. انما هنا في مصر احنا متعودين كلها بالادميه. لما جت حد قال او حد عرض ان الشاره هتبقى ان المدير الفني هو اللي يقول مين، الناس عملت قلق شويه. ليه؟ لان احنا مش متعودين على كده. انما في انجلترا مثلا، انجلترا المدير الفني هو المسؤول ان يقول مين يبقى الكابتن الفريق. ايوه، ده موجوده في انجلترا من زمان، ما فيهاش مشكله. صحيح. انما في مصر احنا مش متعودين على كده، عشان كده حصل اللخبطه والكلام كتير في الكلام ده. نعم. انما انا شايف بالادميه دي يعني اسلم حل واحسن حاجه يعني. صحيح. بصراحه يعني في اقتراح تم اقتراحه برضو من ضمن الاقتراحات عشان تجاوز هذه الازمه، انه يحصل انتخابات داخل المنتخب. انا مش مع موضوع الانتخابات ده خالص، لانه ممكن يعمل تراكمات سيئه داخل المنتخب المصري. لكن برضو هو اقتراح من الاقتراحات المطروحه. لكن على اي حال الكابتن حسام البدري قال ان الشاره بالادميه. ومحمد صلاح نفسه قال وانا عندي 19 سنه كنت بلعب في المنتخب مع احمد فتحي وعبد الله السعيد. صحيح. لكن احمد فتحي من ضمن الاسماء اللي تم استبعادها من المنتخب الوطني. مع عدة أسماء برضو عايز أخد رأي حضرتك فيهم، مين كان يستحق الانضمام؟ أو شايف برضو، ما تقوليش حسام البدري مسؤول عن اختياراته، لأني عايز أعرف رأيك مش رأي حسام البدري. رأيي أنا كهرباء، ياسر إبراهيم، مروان محسن، عندك محمد إبراهيم، عبد الله جمعة، يوسف أوباما، نبيل عماد دونجا. كل دي كانت أسماء مرشحة إنها تنضم للمنتخب الوطني. هو طبعا أنا شايف إن يعني كهرباء أنا مش عارف أستبعد ليه. يعني أنا شايف إن الولد ماشي كويس، ابتدى يدخل في الفورمة كويس، ابتدى يستعيد مستواه كويس. يعني أنا شايف إن هو كان لازم يكون موجود. بالعكس رمضان صبحي بعيد جدا، بقاله مثلا 8-9 شهور ما لعبش، برضو متاخد يعني. برضو انا مش عارف، من وجهة نظري انا كمشجع كوره، انا شايف ان يعني لازم كهربا يكون موجود، لازم عبد الله جمعه يكون موجود، يعني برضو من لعيبه كويسه جدا.
احمد فتحي لازم يكون موجود. خبره طبعا، الناس اللي هي الخبره والناس دي هي اللي بتوقف الفرقه على رجليها. طبعا التقل بتاع الفرقه طبعا اكيد. انما ما فيش مانع ان في اولاد صغيرين، ده طبيعي جدا ولازم يكونوا موجودين. انما تقل الفرقه في الخبره الكبيره ده مهم جدا. وكتير جدا من الانديه الكبيره او المنتخبات الكبيره بتعتمد على الخبره، لان دي اللي بتشيل الفرقه. صحيح. لان هم عندهم خبرات وعندهم مروا بالظروف دي كلها. فانا شايف ان الموضوع يعني في لعيبه من اللي حضرتك قلتيها دي لازم تكون موجوده. يعني انا برضو علامه استفهام على كهربا، على عبد الله جمعه، مروان محسن برضو في اخر اوقاته كان كويس جدا مع النادي الاهلي. اخر ماتشات كان كويس جدا واحرز اهداف كتير. يعني برضو انا مش عايز اقول هو المسؤول، انما انا بتكلم من وجهه نظري انا كمشجع. صحيح. ان في ناس لازم تكون موجوده يعني بصراحه. صحيح. يعني صحيح اكيد. خلينا نروح للمنتخب الأولمبي المصري اللي برضو بيستعد للقاءين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل 12 و17 نوفمبر في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل إن شاء الله. كابتن شوقي غريب قال أنا هلعب حوالي 16 مباراة قبل طوكيو. لكن خلينا برضو نتكلم على الاقتراحات اللي اقترحها اتحاد الكورة، وقال انه ربما يخوض الاسابيع الاخيره من الدوري الممتاز بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وده اقتراح على طاوله الاتحاد المصري لكره القدم. بتقيموا ازاي الاقتراح ده؟ بتوافق عليه ولا بترفضه؟ بص حضرتك، انا ارفضه واوافق عليه، بس من وجهتين نظر. الوجهه الاولى، لو لعيبه المنتخب الاولمبي مستمرين مع الانديه بيلعبوا بصفه اساسيه، يبقى الاحسن يلعبوا في الدوري. ما بيلعبوش بصفه اساسيه والقوام الفرقه اللي هي الاساسيه بتاعه المنتخب الاولمبي قوامها ما بيلعبوش اساسيين في فرقهم، انا شايف ان الاقتراح بتاع الكابتن شوقي غريب ده برضو حل، لان احنا برضو جربنا قبل كده الحلول دي ونجحت معانا. اللي هي اخدهم عندي وانا العب مباريات وديه، نجحت عندنا ايام الكابتن جوهري. انما لو هم بيلعبوا بصفه اساسيه، انا مع اللي بيقول ان هم يستمروا في الدوري المصري ويلعبوا مع انديتهم لو هم بيلعبوا بصفه اساسيه، اللي هو القوام الاساسي بتاع الكابتن شوقي او اللعيبه الاساسيه لو بيلعبوا، اللي عنده في المنتخب الاولمبي بيلعبوا في الانديه بتاعتهم بصفه اساسيه. انا شايف الاقتراح يبقى الدوري يشتغل احسن. نعم. كابتن شوقي غريب النهارده برضو او امس استبعد عمر رضوان، محمد اشرف، احمد يوسف، محمد صادق، احمد ايمن، وفي انتظار طبعا اعلان الكابتن حسام البدري عن قائمه المنتخب الاول النهائيه، لانه في 5 لاعبين من المنتخب الاولمبي او لاعبين في المنتخب الاولمبي انضموا للمنتخب الاول: مصطفى محمد، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، واحمد ابو الفتوح. تمام. انا طبعا الاولى طبعا الفريق الاول، يعني الاولى للفريق الاول. نعم. لو اللعيبه دي الكابتن حسام محتاجهم في الفريق عنده، الاولى طبعا للفريق الاول، وبعد كده يروح للمنتخب الاولمبي. انما انا شايف ده حاجه كويسه ان لعيبه صغيره بيلعبوا اساسيين او موجودين في الفريق الاول، ده شيء رائع يعني. وكابتن شوقي طبعا متفاهم جدا، وطبعا قاعد مع كابتن حسام وبيتكلموا مين اللي هيبقى موجود مين اللي مش هيبقى موجود، وده شيء رائع يعني. انا شايف ان حاجه كويسه. في بعض الاتحادات الوطنيه بتعمل مسابقه او دوري للسن تحت 23 سنه اللي هو السن الاولمبي المفروض. هل بترجح الفكره دي يا كابتن، ولا شايف بعض المدربين شايفين انه اللاعب هيوصل 23 سنه ومش هيلعب في الفريق الاول، يبقى صعب قوي ان انا اخده يمثل مصر في منتخب؟ شايف الفريق الاول لازم يكون فيه لاعبي المنتخب الاولمبي، ولا يتعمل لهم مسابقه تحت 23؟ لا، انا شايف الاقتراح الاولاني طبعا، ان اللعيب اللي يوصل 23 سنه وما يلعبش درجه اولى يبقى فرصته تبقى قليله جدا. انا شايف كده، لان احنا من واحنا صغيرين كنا بنلعب برضو منتخبات كتير في الناشئين والشباب، كنا بنلعب من واحنا صغيرين في الدرجه الاولى يعني. نعم. لو الواحد ما لعبش زي رمضان صبحي او تريزيجيه او كهربا او الناس اللي لعبت وهم صغيرين في الدرجه الاولى بصفه مستمره، يبقى طبعا يوصل 23 سنه وما لعبش درجه اولى، هتبقى الموضوع صعب شويه، انما مش مستحيل. يعني انا في كتير جدا من اللعيبه، عبد الحميد حسن زمان لعب وهو سنه كبير 29 28 سنه، هي طبعا مش مستحيله انما مش مستحبه.
نعم. يعني او نادره يعني نادرا بالظبط كده. انما انا شايف حضرتك اللي ما يلعبش درجه اولى من هو عنده 17 18 سنه 19 سنه يبقى صعب. لا صعبه جدا تبقى نعم. بس غير مش مستحيل. نعم. طيب قبل ما اروح لمنتخب الشباب المصري وهو يستعد ايضا لبطوله شمال افريقيا، وكابتن ربيع ياسين يعني بيصرخ من زمان دايما من زمان الكابتن ربيع. ربنا معاك يا كابتن ربيع. صحيح. يعني الانديه مش عايزه تديه، مره اللاعبين، مره مش عارف يعمل مباريات، مره مش عارف يجمع اللاعبين في معسكر يمرنهم. حضرتك مرنت ناشئين كتير وفي قطاع الناشئين، ومرنت مع الكابتن ربيع. قول لنا كابتن ربيع بيفكر ازاي دلوقتي؟ كابتن ربيع بيحب مصر جدا وبيحب البلد جدا. لا. وبيحب الفرقه اللي بيمرنها قوي يعني. والكابتن ربيع عاوز يبقى كل حاجه موجوده دعم للفريق بتاعه. بس بصراحه انا لما كنت مع كابتن ربيع او المنتخب اللي بعده او المنتخب اللي موجود دلوقتي حاليا، الكابتن ربيع بيعمل كل حاجه بنفسه. يعني هو اللي بيعمل الاوتيلات، هو اللي بيعمل الملاعب، هو اللي بيجيب اللعيبه، بيبقى مطمن كده. هو بيعمل هو بيحب الحته دي. انما انا بس ده يعني بيرهقه جدا اكيد. طبعا اكيد. بس هو انا شايف ان كابتن ربيع بيبقى مستمتع جدا بالموضوع اللي بيعمله، لانه هو بيحب جدا يسافر الصعيد ويسافر الدلتا واسكندريه ومرسى مطروح ويشوف لعيبه كبيره كتير جدا، وفعلا بيجيب لعيبه كويسه قوي من حتت كتير جدا يعني غايبه عن مدربين كتير جدا. الكابتن ربيع مجتهد جدا. الكابتن ربيع انا اشتغلت معاه راجل بيحب شغله جدا وفنياته عاليه جدا. انما انا مش عارف تقريبا اما بيبقى في منتخب اولمبي ومنتخب كبير ومنتخب قبل الكابتن ربيع بينسوا الكابتن ربيع. يعني هم بينسوا الكابتن ربيع، ما بياخدوش ان في منتخب. فالكابتن ربيع ما بيحبش يعمل مشاكل مع حد. كابتن ربيع بيحب يعمل هو كل حاجه لنفسه. فطبعا دي بترهقه زي ما حضرتك قلتي. انما انا شايف ان الفتره الجايه لازم يكون في دعم للكابتن ربيع، لانه اعتقد ان لازم هيلعب في شهر ديسمبر زي ما حضرتك قبل ما اخش حضرتك بتتكلمي في النشره ان هو الدوره هتلعب في شهر ديسمبر، يعني كم يوم وهتتلعب يعني او كم اسبوع يعني. انما عشان كابتن ربيع يوصل لازم في دعم ليه. يعني انا شايف ان لازم يكون في دعم اكتر من كده شويه، لان دي برضو منتخب مصر وسمعه مصر برضو. نعم. وقت ما كنت مدرب حراس مع الكابتن ربيع بنسبه قد ايه كنت انت اللي بتختار الحارس بص حضرتك اللي هيحرس المرمى؟ ما هو احنا بنقعد مع الكابتن، بنقعد مع بعض ونتكلم. عندنا مثلا 3 حراس مرمى، مين اللي يقدر يتطور، مين اللي يقدر يشتغل. نعم. دي مهمه جدا. انا كان عندي محمود حمدي اللي هو حارس مرمى المقصه، خدته من الزمالك. وكان عندي مسعد عوض كنا واخدينه من الاسماعيلي، وحارس ثاني من الداخليه تقريبا اسمه حمدي. فبنبقى معروف مين رقم، لان ده منتخب مصر. يعني معروف مين رقم 1 ومين رقم 2 ومين رقم 3. فكان عندنا الفتره اللي انا كنت موجود فيها مع كابتن ربيع كان معانا كان لسه مسعد ما عندوش الخبره وانه يلعب يعني. فكان محمود حمدي هو اللي كان بيلعب معايا يعني. فكنا متفقين جدا مع كابتن ربيع خلاص مين اللي هيلعب. كابتن ربيع بقى لو ماتشاته وديه ولا حاجه يقول لي عايز تلعب مين النهارده، فاقول له مثلا مسعد او محمود او حمدي او كده. فكان ما فيش مشكله خالص، لان كابتن ربيع متفاهم جدا وعارف كل واحد شغله بيعمله ازاي. فده كان بيريح المدرب الى حد ما يعني. صحيح. نروح بقى للاهلي والزمالك ونهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم. طبعا المصريين قالوا ان آل جمعه بس هم اللي ضامنين كاس البطوله. صالح جمعه في الاهلي وعبد الله جمعه في الزمالك. لكن بتشوف هل في كفه ارجح عن الثانيه يا كابتن؟ في عناصر هنا في عناصر هنا، ايه المقومات الايجابيه اللي هنا موجوده وايه المقومات الايجابيه اللي هنا موجوده من وجهه نظرك؟ احنا مش عايزين ننكر ان ده فخر لمصر طبعا ان الاهلي والزمالك يكونوا طرفي النهائي الافريقي. وده طبعا انا مش عايز اقول فخر لمصر وكل حاجه، انما ده طبيعي جدا. انا شايف من وجهه نظري ان الاهلي والزمالك اكبر فرقتين في الشرق الاوسط افريقيا كمان، وده طبيعي جدا ان هم يوصلوا النهائي. اللي مش طبيعي انه يخرجوا من الادوار الاولانيه. ده اللي مش طبيعي بصراحه من وجهه نظري. يعني اما كان الاهلي بيوصل للنهائي ويخسر في النهائي ده مش طبيعي، انما ممكن تحصل يعني بيحصل يعني. صحيح. انما انا شايف طبعا حاجه رائعه ان يبقى قطبي الكره المصريه في مصر
وفي الشرق الاوسط. هم نهائي الافريقي ده شيء رائع، نهائي تاريخي، نهائي تاريخي طبعا مفيش كلام. بس عايزين طبعا التعصب والشحن والشحن اللي بيبقى زياده عن اللزوم قبل المباريات لان لازم تنتهي يعني. انما انا شايف ان النادي الاهلي من وجهه نظري انا برضو، بس انا عشان اهلاوي طبعا نفسي النادي الاهلي يكسب. انما نادي الزمالك في المباراه الاخيره امام الرجاء النص ساعه الاخيره من المباراه كان رائع يعني. كان فعلا الزمالك فرقه رائعه. من زمان ما شفناش الكلام ده من كابتن حسن شحاته، فاروق جعفر، ما شفناش اللي كان بيحصل في اخر نص ساعه من المباراه. انما الشوط الاولاني واول ربع ساعه من المباراه كان نادي الزمالك مش موجود خالص. انما انا شايف ان في يعني كفه الاهلي او عناصر في النادي الاهلي يعني تخلي النادي الاهلي هو اللي ليه السيطره، ونادي الزمالك برضو في عناصر تخلي نادي الزمالك ليه سيطره. انما المباراه هتنتهي بصفاره الحكم. يعني مش بالسهل. مثلا احنا ايام الدوري نقول ايه، لا ده احنا ممكن نلعب الزمالك هنكسبها في اي وقت. المباراه دي مختلفه تماما. ولازم النادي الاهلي يفهم كده ونادي الزمالك يفهم كده، ان مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في النهائي الافريقي هتبقى صعبه للغايه، صعبه جدا جدا جدا. لان كل واحد يتمنى انه ياخد البطوله. النادي الاهلي بيوصل 7 مرات للنهائي وما بياخدهاش. صحيح. النادي الاهلي عنده الفرصه الكبيره انه يحصل عليها. نادي الزمالك نفسه يحصل على بطوله افريقيا برضه، لانه بقى له كتير جدا ما اشتركش في بطوله افريقيا ابطال الدوري، وكان بيشترك على طول في الكونفدراليه او كان بيخرج من الادوار الاولانيه. فانا شايف ان دي فرصه لنادي الزمالك وفرصه للنادي الاهلي. انما انا شايف من وجهه نظري انا ان يعني مين يكسب دي هتبقى صعبه جدا. انما انا عاوز النادي الاهلي يكسب لان انا اهلاويتي تتمنى طبعا النادي الاهلي يكسب. يعني النهائي من مباراه واحده بيتطلب ايه من كلا المدربين يا كابتن؟ الهدوء جدا، مفيش عصبيه خالص. لازم يتعامل مع المباراه انها مباراه نهائيه. المباراه النهائيه واللاعيبه لازم تفهم والمدرب لازم يفهم ان طبعا اكيد هم فاهمين الكلام ده طبعا، بس انا بتكلم من وجهه ان انا متطلبات، يفهموا المتطلبات ان هو الاخطاء غير وارده في مباراه نهائيه. الاخطاء غير وارده. ممكن تخطأ في اي مباراه تاني، انما المباراه دي الاخطاء فيها لازم تكون يعني تكاد تكون منعدمه، يعني مش موجوده. انما طبعا في اخطاء هتحصل، والفوز والهزيمه بتحصل من الاخطاء. انما انا شايف المباريات النهائيه وطبعا مدرب النادي الاهلي موسيماني وباتشيكو عندهم الخبره ان توصل للعيبه ازاي يديروا المباراه، او ازاي المباراه توصل لبر كل فرقه عايزه تكسب ايه او عايزه تعمل ايه في المباراه. وده مهم جدا المدرب اللي بيوصل للفرقه للعيبه المباراه دي انه ازاي يكسب المباراه. ده مهم جدا، لان المباراه دي هتختلف تماما عن المباريات اللي قبل كده، لان ده مباراه نهائي وهي مباراه واحده وتاخد بطوله فيها. فانا شايف ان الاثنين عندهم خبره كبيره جدا. الهدوء وطبعا المباراه والتعامل مع الفريق والتعامل مع الفريق الخصم مهم جدا لكل مدرب. هل بتشوف كابتن، وحضرتك لسه قايل دلوقتي انه الزمالك في اخر نص ساعه امام الرجاء كان حاجه ما شفناهاش من زمان. هل باتشيكو عارف امكانات لاعبيه الهجوميه، خاصه انه عنده يعني لاعبين يعني حدث ولا حرج، مصطفى محمد، كاسونجو، بن شرقي وغيرهم، يعني مش عايز انسى حد. النهارده هل باتشيكو مقدر القوه دي علشان ما يلعبش على المكسب مثلا من اول المباراه؟ بص حضرتك، من اول المباراه ما حدش ولا اهلي ولا زمالك هيقدر عاوز يكسب من اول مباراه. لازم يعرف يشوف نقط الضعف في كل فريق من وجهه نظر كل مدرب يلعب ازاي، لان لا يمكن ولا زمالك ولا اهلي هيقدر يغامر بالهجوم من اول دقيقه. ده لا يمكن يحصل، لان الاول لازم يعرف يشوف ده الزمالك واقف ازاي، النادي الاهلي واقف ازاي، فكل مدرب هيلعب على النقطه دي. انما كل مدرب عارف مين اللي يقدر يكسبه. زي ما حضرتك قلتي في الزمالك كان مصطفى محمد، بن شرقي، برضه في الدفاع عندهم محمود علاء والونشي لعيبه كويسه جدا، وحارس المرمى ابو جبل كويس جدا. طبعا في النادي الاهلي في اليو باديو ولعيبه كتير جدا في النادي الاهلي، وقفشه ماشي كويس جدا الايام ديت يعني، واجاي، يعني في لعيبه كتير جدا ومحمد هاني، يعني في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي تقدر تصنع الفارق. وده انا شايف ان
الفارق هيبقى من واحد من هنا وواحد من هنا. يعني انا شايف الموضوع ده هو ده اللي هيكسب الفرقتين، الفرقه اللي عايزه تكسب، يعني هو في واحد من هنا او واحد من هنا. نعم. فربنا يسهل ان شاء الله ونشوف مباراه ممتعه يعني. صحيح. عايزه اخد رسائل للساده المشاهدين علشان اكيد طرحين بعض الاسئله على حضرتك او بيسالوك في بعض الامور الخاصه. اعتقد انه هيبقى مثلا الاهلي والزمالك اكترها. فتحي ابو حباره بيقول سؤال: هو الدوري الموسم القادم هيتذاع على قناه نايل سبورت ولا لا؟ والله نتمنى ذلك، احنا مش عارفين، بس نتمنى ان هم يوصلوا لصيغه تفاهم علشان المشاهد هو اللي كسبان في الاخر. لما يشوف اكتر من استوديو تحليلي هيكون في مصلحه المشاهد اولا. الدوري المصري قوي جدا ولازم نشكر القائمين عليه، والدليل الثلاث فرق اللي وصلت نهائي افريقيا. صحيح. نعم. احمد الجمسي بيقول: هل يمكن مباراة الاهلي والزمالك القادمة في دوري ابطال افريقيا تكون بداية لعودة المحبة ونبذ التعصب؟ يا ريت، نتمنى طبعا. نرجو من الاعلام عدم اشعال التعصب، يكفي ان الفريقين مصريين والبطولة مصرية. عندك حق. اقرأ القرآن. أنا عمرو من الفيوم وعاوز ألعب في نادي، أنا 25 سنة وما تسجلتش قبل كده. صعب. 25 سنة هيبقى صعب جدا، ما تسجلش في أي نادي، هتبقى صعبة شوية. نعم. أبو ياسمين ربيع: أتمنى من اللجنة المنظمة لنهائي دوري الأبطال الأفريقي العمل على نبذ التعصب. اللجنة المنظمة للنهائي هتعمل إيه؟ ده جماهير بالظبط، كل واحد فينا بيبقى رقيب على نفسه. عبير عبد الله: انا بحبكم قوي والاولاد بيتشكلوا معايا من كتر استماعي للقناه. لا ما تتشكلوش مع ماما ارجوكوا، يعني احنا كمان بنحبكم قوي. رضا مؤمن: كنت عايز اسال نزار الحكيمي ان شاء الله في فقره طارق رضوان باذن الله ضيفنا العزيز من تونس نزار الحكيمي هيجيب على هذه الأسئلة عن أبرز المحترفين التونسيين في مصر. إيهاب السيد: شمال أفريقيا الحركة بركة، بن شرقي، ساسي، أناجم. طب قولي رأيك في الأسماء اللي طرحها دي. لعيبة كويسة جدا. لعيبة كويسة جدا 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 الأمانة يعني، وفادوا نادي الزمالك كتير جدا جدا حقيقة. لعيبة كويسة قوي يعني. نعم. أنا بشكرك يا كابتن، نورتنا النهارده في صباح الرياضة. أنا مبسوط خالص. وإن شاء الله نلتقي بيك دايما كده على خير بإذن الله. وأنا مبسوط إن أنا كنت مع حضرتك. شكرا جزيلا. كان ضيفنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام الكابتن إيهاب جلال حارس مرمى الأهلي والإسماعيلي السابق. سعدنا بيه وبحضراتكم. لسه مستمرين في صباح الرياضة. بعد الفاصل ضيفنا العزيز من تونس الخضراء الأستاذ نزار الحكيمي وكيل لاعبين تونسي، وهيتكلم مع زميلي العزيز طارق رضوان في موضوعات كثيرة أيضا تخص اللاعبين التوانسة في مصر واللاعبين المصريين في تونس وغيرها من الموضوعات بإذن الله بعد الفاصل.